كان هذا المحكمة استئناف في المحكمة العليا بقى كل بعض في الجماعة انت ليه بتحشر الاول كلامنا يا متخلف ليه سألت عليه مش هنا الكلام معاه زمان كان ممكن لكن دلوقتي ما افتكرش بس نفسك الفريد شوف وشك بقى عامل ازاي وشك كلمت وشعرك شاب نظرك بعد عشان كده لازم تخرج معاك حق ما تزعلش يا فريد الزمن بيجري مش عليك انت لوحدك على الناس كلها فاكر يا فريد فاكر جميل ضم مين فاكر مش فاكر يعني ده مات بقى ولا ايه؟ هذا فاكر مات فعلا ضم مين سيران ومات شبيون حضرتك بتطلع على نفسك كم على قدر الله يا اخي كنا فاكر على غداري الشنب الاسود الجميل القوام الرشيق الليل اللي كنت اقلبه نهار عمرك شفتني بنام بالليل اقلبه انت تسألني فاكر البنت بتاعت البنت الحلوه دي ياسمين فاكرها ياسمين فاكر لما كانت يلا بينا نهرب يا حبيبي جملتها لسه بترني في وداني كانت جوازة الدكتور دي ياسمين الشابة الجميلة كنت عرض الارتفاع فكرني بيها يلا الجميلة كانت مرات اخوها كوافيرة حاولت اعلقها بس ما اتفقناش احلى من المغامرات بتعملها للناس ودراسات الصلاه لما كنت شاب وسيم البدله بين المحروق اللي جابتها مش كده على الاخر الماشيه ما تسيبش ايدي بالعكسها اول انواع الخير كانوا عندي فاكر الفرصه المعين فضي فرصه المعين شدي خباها بيها فرصه كانت ستي فرصه لما تبص لها من ورا حس ان عمر 14 يكلموك فيها وتحس انك اول ما انت طلعتها باريس ولندن وسرع الخير وبدأنا نحس ان انا اقدر اعمل اي شيء اشخط انطر من غير حد يحاسبني او يلاقيني مالك الدنيا كلها مكان فوق القمه حد كان يقدر ينزلني من المكان ده حد كان يقدر يفرضني اطلاقا دلوقتي انا حاسس اني انتهيت لا قلت املك الاراده ولا حتى الفلوس يبقى انا دلوقتي بعمله عشان اثبت لنفسي ان انا لسه زي ما انا لسه قادر على ان اقهر الدنيا اقهر الموت حتى غريبا انا كنت بعمل حاجات ببساطه وعفويه وتلقائيه لدرجه ان انا صدقت نفسي واقتنعت ولا يمكن ادخلها لا لازم اقاوم تمسك سريان ولا ييأس عندك اخبار جديده اخبار عنية ما انت عارف كلهم هنا بتقولوا الست الفنين والغبية حتى التشيا مش عارفه تعمل لي فنجان قهوه لكن في خبر مهم عرفته الست الفنين ادت الغبية 3 جوابات علشان توصلها لمين مش عارف تشيا اديني المفاتيح يا استاذ وبعدين بقى رجعت البيت دي تشيا نعم يا ست خدي الملايات دول وكتب الامبول اللي جنب اوضه المكتب في هناك كنبه افرشيها واعمليها سرير استني اوضتك لازمين وانت خدي سرير السفر اللي في المطبخ انت الخروج بتاعك طلعها بره انا قلت لك اوضتك لازمين انت الخروج بتاعك حطها فين حطها في الدولاب اللي في الطرقه يلا الله انت هنا اقدر اعرف ايه سبب التغيير المفاجئ اللي بيحصل في بيتنا فعلا عندك حق مفيش اسرار بين الست وجوزها اصلا انا محتاجه اوضتين تانيين لمين؟ لولاد هما المفروض يبقوا 3 اوض لكن فيهم واحد بيتجوز ومخلف يقعد في بيته مع مراته وعياله احسن والله احنا عندنا احفاد كمان ما شاء الله ما شاء الله بس ايه بقى القبيله اللي انت كنت مخبياها دي؟ هما لغايه دلوقتي واخدين اسمي لكن بعد كده هياخدوا اسمك انت طبعا من غير موافقه ما افتكرش هتوافق يا دومينيكو بعد اذن سيادتك هترفض في يومينا ثلاثه هترفض مش عارفه بحس حط البيت ولا ناخد زي ما تجرب معاها لا تخش مش عايزه تخش قعدت تحاول عليها تخش مش عايزه هي مصممه تقابلك على السن اصلها خايفه من الست الفلانيه شايفين اللي بيحصل لي؟ حاطط في بيتي واحده من بتوع المافيا بعد كده تخش ما تخافش من حد طالما انا موجود هنا خلاص انا حاسس ان ست فلانيه لو ربيتها هتمر موضوع الارض تمرت الارض بمين؟ انا صاحب
هناك يا رجاله هنا، انا مش محسوب يا عم. لا انا براء، ما بعد اذنك من العرض ما تصليش مثلا، انا هروح الحمام اغسل في وشي واغسله بمناديل. انا هيطلع بيعمل ايه؟ انا هروح لها بنفسي. ما تقوليش كده، ده بيتي انا. لا يا استاذ دومينكو، انا بعد الفضيحه اللي حصلت امبارح مش ممكن اوريها وش. ارجوكي ما تحرجنيش اكتر من كده. خش ما تخافيش. خايف من ايه؟ انا مش خايفه من حاجه، انا كل ما في الموضوع مش عايزه اصعب الامور. مفيش حاجه بديها تحصل طالما انا موجود هنا. مع حضرتك كنت موجود امبارح. لا انا امبارح اتخذت على اخواني، لكن النهارده انا عندي حساب كل حاجه. خش اتفضل يا حاج محمد، اتفضل. امال هي فين؟ ما تشغليش بالك بيها. اتفضل. انا اصلي ساكن في البنسيون اللي ساكنه فيه الانسه. كنا بنشوف يا باشا بعض من وقت للتاني، وتعرفنا على بعض من فتره وكنا. على فكره يا دومينكو، ممكن كمان تسالوا عنه وعن اخلاقي، يعني عشان مخك ما يوديش لبعيد. احنا بنتقابل بالليل بس. ساعة العشاء يعني، احيانا في اوقات تانية. عامة انا ما بقعدش البنسيون كتير، حضرتك عارف عشان المحامين قضايا ومحاكم وطلاق ونفقة. انا ما بشغلش نفسي بحد لاني ممكن ارجع منه؟ اتفضل. على فكره يا دومينكو، انا حكيت للاستاذ على موضوع سندرا فيلومينا. احنا ضحكنا عليها ضحك كتير قوي يا باشا. لا انا ما ضحكتش خالص. على فكره انا خليت الانسه تعمل ممرضه عشان تيجي تعيش معايا. اعمل ممرضه؟ طب ما انا فعلا ممرضه، ولا شهاده التمريض اللي معايا دي منظره؟ وانا ما قلتلكش يا دومينكو؟ لا ما قلتليش. غريبه. لا غريبه ولا حاجه، ما كانش في اي لازمه ان انا اقول لك. على فكره انا حكيت للاستاذ على رغبه ارتباط واحده ست انت مالكش اي رغبه فيها، والاستاذ مشروعا شرحت القضيه خلاص. طب ممكن ادخل اوضه المكتب وزي في حد على الباب. طب مين اللي عملتيها اخبار كويسه؟ اسمع كل حاجه دلوقتي. حبيب قلبي وشك خس خالص. متشكر. لا ممنون خالص. دي كنت حضرتك عايز. انا مش عارفه اذا كانت فيلومينا فاضيه ولا لا. على كل حال انا هقعد هنا. اتفضل. متشكر. يا ريت تبلغي الست اللي انا وصلت. ولا بسرعه مفيش وقت للهدف اللي جاي عشان نتحقق. يلا وحياتك. يلا عشان في زباين وفي عملاء في المحل. يلا يا اختي. استني تعالي هنا. انت بتشتغلي هنا من امتى ده؟ من سنه ونص. تعرفي يا بنت انك حته موزه مفيش حل. بس اللي يقدر. تعالي يا بنت المحل وانا اقدرك. انت عندك محل؟ طبعا عندي محل. فين؟ رقم 74. 74. شارع كياية. جوه البوابه. عارفه بنت لما تيجي هفصل لك حته قميص ملوش حل. يا نروح. وانا يعني هلبس انسان رجالي. يا بنت ما الخياط حريمي ورجالي، الرجاله بلبسهم. والستات بقلعهم. ايه ده؟ انت جنني. انت فاكرني ايه؟ انا حاولت على كل حاجه. تعمل كده الراجل قاعد قدامنا. طبعا مش يعني في مشكله. ولا حتى بتشوف بنات الناس الطيبين. حسناكي ها؟ لا امشي. فيك مشكله؟ شارع كياية. شارع كياية. رقم 74. جوه البوابه. حاجة
يا لهوي يا مستهوي، يا لهوي يا لهوي يا لهوي. حته موزه واقعه ملهاش لازمه، انما ايه كده ملهاش علاقه باي حاجه خالص. هي يعني صحيح مزقلجه في بعضها كده، يعني تعرفلاش وش من بعض، بس شغال يعني شغال. حب الكائنات الغريبه المسخره دي، يعني تبقى رايحه تلاقيها جايه في وشك على طول، بس تيجي يعني سهله مش كده؟ هي يعني وانا مالي. نعم يا اخوان، هتعملوا فيها خبره شريفه.